باشا العيدية لازم تجيلك. العيدية لازم تجيلك من الزمالك. دايما عارفين الزمالك لازم يدينا العيدية بتاعتنا، لازم يديها لنا. الزمالك انقذ سمعة يعني الدوري المصري كله. عارف كده، فكرني بحتة انقذ السمعة يا مدريد. هو ده الزمالك، هو عمل نفس الموضوع، انقذ السمعة. 3 فرق من الدوري المصري طلعوا، فكان فاضلش غير الزمالك. الزمالك دلوقتي صعد نص النهائي وهيقابل شباب بلوزداد. انا كان نفسي ان هو كان يبقى ضد المصري، لكن هو ضد فريق جزائري، وباذن الله هنكسبه، وباذن الله يعني نصعد للبطوله. لكن الزمالك دايما لازم تبقى عارف كده، الزمالك هو هيديك العيديه، هيديك العيديه. ماتش في العيد اعرف ان انت واخد العيديه. الحقيقه انا عايز اتكلم عن الماتش، وعايز اتكلم واقول ان الشوط الاول كان كاسح، ساحق. اي حاجه كويسه كانت للزمالك. اوتوهو كان بس فاضل له سيكا، وكان حرفيا انت هتلاقي شوارع بدرجه ان انت ممكن تجيب تكسب 5 و6. كان فاضل لك التكه. بس انت الفكره ان انا جبت جونين، فخلاص بقى بتريح، فقلت تمام ارجع ورا. لكن انا ابتديت استعبط، فدخل فيا جون. ابتديت استعبط، جه طرد لبني ادم اتلغى عنده الوان اكسبت. فعشان كده بسبب الموضوع ده، هو يا جماعه اعذروه، يا جماعه وان اكسبت مش موجود يا جماعه، فاعذروه، اعذروه. هو عشان كده، هو عارف كده انها مخدرات يا ساده، هي كده يا باشا. سيبك من محمد صبحي خالص، سيبك منه. انا بالنسبه لي عواد ومهدي سليمان، انا كان بالنسبه لي كده. ولما بيراميدز كان طالب محمد صبحي، انا كنت قابل جدا ان انا ابيعه، كنت قابل جدا ان انا ابيعه. ما حدش يقول اصل حارس صغير. يا جماعه مش بقتنع بالحاجات دي يا جماعه. يعني ايه حارس صغير؟ انا عايز حارس يصد، حارس يصد، مش حارس لما يتشاط عليه كوره يقعد يزعق. ولا ماشي يا عم، الحركه بتاعت لاعب اوتوهو كانت مستفزه، لكن هو ما كانش شايف يعمل كده. ده لاعب كان داخل منتخب مصر. يا جماعه بجد يا جماعه، حد يرمي بلاء على محمد صبحي. اي امراه تلاتينيه واربعينيه ارج النداء الخاص ترمي بلاكي على في اي اسم على محمد صبحي، بص هنرتاح كلنا. بصوا يا جماعه، هو الفيديو هيبقى قصير شويه، لكن عايز اتكلم عن ملاحظات كتيره جدا. ملاحظات مثلا كابتن معتمد جمال، ليه كميه التبديلات السريعه قوي دي؟ انا حسيت ان في تبديلات سريعه قوي. احمد شريف، احمد ربيع، يا تك تك، ادم الكايد، يلا يلا. انت نزلت بسرعه قوي، خليت ان حصل مشكله، خلت ان ده اجباري ان محمد صبحي لما ينزل سيف الدين الجزيري قاعد 7 دقايق حاطط ايدي على القلب بيقول يا رب، بقول يا رب. بس ده اللي انا كان نفسي، يا رب يعني كان عدي حرفيا. فكابتن عادل غلط في التغييرات بتاعته. الزمالك غلط لما في الاستعباط. انا عادي ان انا ارجع عشان اساسا يعني اوفر المجهود البدني للماتشات الجايه، ما عنديش مانع. وعندك منتخب مصر لما تخش منتخب هيبقى عندك استراحه يوم، او يعني يوم ونص، يوم بس، وهتلاقي نفسك بعدين دخلت ايه في مدعكه ماتشات كل 4 ايام، ولازم تكسبهم. يعني انت متخيل ان كل ماتش 4 ايام ولازم تكسب؟ ده اجباري عليك. فانت داخل في ايه، في ظل مشاكل صغيره لازم ان انت تعالجها. فانت عضينا تبديلات كتيره، لقيت نفسنا مش عارفين نلعب، مفيش كوره. بس كان عاجبني موضوع حته ان اخوان بزيرة في العمق. اي نعم كان في سكه باستعباط، ولازم يقعد يزحلق، ولازم يقعد يعمل، لكن تمام تمام. حته ان هو يدخل في العمق دي حاجه بسطانيه عموما، يعني عموما. اول ما بقى بنشوف بقى هو المطور الفريق الاول ده جه، طب هو لو جه هيعمل ايه؟ دي الحاجات دي برضو عايزين نعرفها. لكن انا يا جماعه شباب عايز اخش على فقره التقييمات. محمد صبحي 0، محمد ابراهيم 6، حسام عبد المجيد بالجون 8، محمد اسماعيل 6، بنتايج 8. لكن عنده مشكله صغيره، وهي في حته العرضيات مش دقيق يعني. عارف كده لما تستنى عرضيه من البنتاج كويسه قوي بقى تبقى تجيب خلاص بقى الجون وتغلط، دي موضوع مضايقني جدا. لكن كان كويس في الماتش كله. فتوح اديله 6، محمد شحاته اديله 5، عبد الله السعيد اديله يعني 9/10 او 10/10. عالمي.
وكمان تحس ان دور عبد الله السعيد اتغير يعني. في لينك وفي فولو وفي كده اللي هو ايه الجبهه الثلاثيه اللي انا كنت بكلمكم عليها، الجبهه الثلاثيه اللي عبد الله السعيد كان فيها. فكانت حاجات كانت عسل جدا يعني، كانت حلوه جدا يعني. اخوان بالزيرة، اخوان بالزيرة دول 5. عداد دباجة اديله ملك الفولو، ملك الفولو. هي في فولو بيني وبينك خلاص 8 من 10. ممتاز الشباب، باللايك الاشتراك صعب.